ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. صلوا على النبي حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزين القناه تكبر بيكم ان شاء الله. بصوا ان شاء الله هنعمل النهارده رقاق الناشف. تمام. كده انا الرقاق ده مشتريه من بره، يعني مشتريه جاهز. تمام. وهنا معايا شوربه، شوربه لحمه، شوربه فراخ، شوربه بط، الشوربه اللي تريحك اعملي بيها. تمام. عايزه تزودي عليها كوبايه لبن حطي. كده هاخد الرقاق وابل منه بالشوربه. تمام. وهنا الصينية انا دهناها فرشة سمنة. تمام. هنحط الرقاق بتاعنا في الصينية كده وندهن فرشة سمنة. هنظبط طبعا الصينية بتاعتنا الاول، يعني لو في حتت فارغة بنحط بنكسر من الرقاق زي ما انا هعمل كده دلوقتي ونملأ الحاجات دي. تمام. اللي عليكم اهم حاجة متنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة، كل مش مشترك ياريت يشترك في القناة. اهو نملأ الفراغات كده اهو. تمام. وبعدين هنحشي لحمة، وهنحط دي لحمة معصجة. تمام. وهنحط معلقتين كده جبنة، اي نوع جبنة تحبيه بس عشان تمسك لي الحشوة. تمام. ده ميكس جبن. تمام. عشان يمسك لي الحشوة، بس عشان الحشوة متقعش مني اهو. وهنكمل الصينية دي اخدت معايا قد ايه؟ اخدت معايا 4 تحت في الصينية، 4 فوق الصينية و4 فوق بعد الحشوة. تمام. 4 رقاق تحت و4 فوق. وهنكمل باقي الصينية بتاعتنا اهو. وهنقطعها بقى التقطيعة اللي تريحك. لو حسيتي اني الرقاق بتاعك ما خدش كفايته من الشوربة، ممكن بعد ما تخلصيها خالص، بعد ما تطبقيها وتخلصيها خالص، قبل ما تقطعيها انزلي بكبشة من الشوربة. تمام. كده هنسيبها شوية عشان الرقاق يشرب من الشوربة كويس. وكده بعد ما سيبناها يمكن نص ساعة قطعناها ودخلناها الفرن. التقطيع اللي تريحك اعمليها. وادي شكل الفطار بتاعنا. كنا صايمين يعني صايمين في من 10 من ذي الحجة ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين وربنا يحسن ما بين ايديكم. ده كان طاجن عندي بامية لحمة الراس، كنت حاطاه في التلاجة فطلعته حطيته في الفرن، يعني سخنته تاني. وده الرقاق بتاعنا اهو شكله من تحت. طعمه تحفة تحفة تحفة. اعملوه ربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. عملنا فراخ وملوخية وسلطة ورز بشعرية.